اي حمله تسويقيه او اعلان لمنتج او افتتاح مكان لازم تحط العميل في اول اهتمامات. فلو انت داخل اي مجال فكر دايما في البدايه ازاي تتارجت العميل بتاعك وازاي تخليهم ياخدوا اكشن ناحيه الحاجه اللي انت بتسوق ليها، سواء بقى الاكشن ده كان استفسار عن معلومات او اتصال او ايميل او حتى قرار نهائي بشراء الخدمه او المنتج اللي انت بتقدمه. ولان هدفك الاساسي هو البيع لاكبر عدد، فانت محتاج ان العميل يشتري مش مجرد انه يتفرج او يساله بس. وده هينقلنا لنقطه مهمه جدا وهي تحسين مستوى ردود الافعال، وبلغه الماركتنج تحسين معدل الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن، او نختصرها بسي ار او. وعلشان نوضح المعنى ابسط خلينا نوضح مثال بسيط. لو عملت افتتاح ضخم للمحل او مطعم والاعلانات اتوزعت والناس عرفت الميعاد والمكان وبالفعل جالك العدد اللي كنت متوقعه او اكتر كمان، بس في نهايه اليوم اكتشفت ان مفيش اي عمليه شراء حصلت، في الحاله دي لا انا ولا انت هنعرف نحدد ايه هو السبب الرئيسي اصلا، لان الاحتمالات قصادنا هتبقى مفتوحه جدا. ممكن مثلا ما كنتش متارجت العملاء بالطريقه الصحيحه، ممكن الاسعار بتاعتك ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لهم، ممكن ما كانش في توجيه مساعده ليهم فما يقدروش يحددوا او يوصلوا لاخر نقطه. فالمهم دلوقتي مش ان هم ما اشتروش ليه، المهم بقى ان احنا نخليهم يشتروا بعد كده ازاي. فاصبح دلوقتي ان احنا نحول الناس اللي جت دي ان هم ياخدوا الاكشن بتاع الشراء، يعني تحسن مستوى السي ار او. في الوقت اللي تحسنه وترفعه النسبه اعلى اعرف ان معدل مبيعاتك هيزيد وهيتضاعف حتى لو بنفس الميزانيه او ازيد شويه. تعالى بقى اقول لك ازاي. لو افترضنا انك عندك اي كوميرس وبتبيع منتجات اونلاين، فبالتالي الكونفرجن هيعتمد على عدد المرات اللي تم فيها الشراء بالفعل. علشان كده انت محتاج تحسب معدل الكونفرجن بتاعك او نسبه الاشخاص اللي خدوا اكشن الشراء بالفعل، وده هيتم بعمليه حسابيه بسيطه جدا، وهي انك تقسم عدد الناس اللي اشترت فعلا على عدد زوار الويب سايت بتاعك او البيج وتضرب الناتج في 100، وايا كانت النتيجه اللي هتطلع لك فهي بتديك تصور مبدئي عن معدل المبيعات بتاعتك وردود افعال العملاء للمنتج بتاعك. وده بقى اللي هيساعدك في انك تحسن معدل الكونفرجن اللي لازم يكون من اهم اولوياتك، لان من غيره استثمارك هيتاثر بالسلب، وممكن جدا في وقت بسيط تلاقي نفسك لا قدر الله مش بتحقق اي مبيعات او اي ارباح. وعشان تزود معدل السي ار او فانت محتاج بس انك تعمل خطه اعلانيه اكبر، ولو هتزود الميزانيه عشانها شويه فمش مشكله، لان ده هيضمن لك رفع نسبه المبيعات بنسبه كبيره جدا. فلازم تزود الدعايه على السوشيال ميديا، حاول يكون ليك تواجد على جوجل، لان مجرد تكرار الاسم بتاعك في اي بحث بيدي ثقه اكبر للعميل انه يخوض تجربه الشراء معاك. والنصيحه الاولى والاخيره هي الصبر. اعرف ان السوق كبير والمنافسين اكبر، وعشان تحقق الربح اللي انت منتظره لازم تصبر عليه. وملخص اللي احنا بنقوله ان الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن هو عباره عن ان انت لو عامل اعلان وشافه 100 واحد ومن 100 واحد دول واحد اشترى، فان انت ما تفكرش بشكل تقليدي وتقول انا هزود اعلاني واوصل ل 200 واحد عشان اوصل ل 2 اشتروا. لا، احنا هنا بنعتمد ان انت ال 100 واحد دول تخلي منهم واحد تاني هو اللي يشتري، فيبقى ال 100 جابوا لك 2. نزود العدد اللي معانا ونبدا نخلي الناس اللي معانا يوصلوا للاكشن النهائي.